لين يجيك واحد ويقول لك على ان امك ولا اختك بطنهم واحد بدون سبب لا يتعدل. يا غير سابق تقول لي اللي لا يتعدل صنت معايا لهي القصه اللي لا نقول لك ضرب. في عام 838 وبالتحديد في زمن الخلافه العباسيه وفي الدوله العباسيه في ذيك الفتره، واللي كان حاكم الدوله العباسيه ذيك الفتره راجل ينقالوا المعتصم، وهو ولي الخليفه هارون الرشيد. وفي ذا العام اللي قلت لك بالضبط يتم الخليفه العباسي المعتصم بن هارون الرشيد قاعد الين يجيه راجل هو رسول كان دايره في واحده من ولاياته واللي ينقال ملاطيا، ويقولوا على ان الولايه هجموا عليها الروم ولا خلوا فيها راجل يسوى شاب يسوى شيباني يسوى الشير، ما فرقوه وقبضوا العليات واسروهم ومشاو بهم. ومن بين ذو العليات خالد امراه ينقال لها شارات العلويه قامت تصقي وتستنجد بالمعتصم وكانت تقول ومعتصمة ومعتصمة، ويقول لها الخليفه المعتصم لبيك يا أختاه، لبيك يا أختاه، لبيك يا أختاه. مباشرة يأمر جنوده على أنهم يتجهزوا للحرب، وهي كامل على ملة عيطة امرأة. وفي وقتها يهجموا على مدينة العمورية، وهي واحدة من أقوى المدن الرومانية في ذيك الفترة. والسبب اللي خلى الخليفة يختار هذه المدينة بالذات هي على أنها أقوى مدينة رومانية، واللي يحكمها الراجل اللي عدل هذا الهجوم على المسلمين واللي اسمه ثيوفيلوس ابن ميخائيل، وهو ملك دولة الرومان ذيك الساعة. والخليفة المعتصم ما كان ماشي بجيش واحد، ما الله اللي كان موزع جيوشه على عدة أجزاء، وواحد من قادة هذا الجيوش يجبر قدامه ثيوفيلوس اللي معدل هذه القارة كاملة ومعاه شي من جنوده، يغير عليهم ويهزمهم ويهرب ثيوفيلوس المدينة يقولوا لها القسطنطينية. وبعد هروب ثيوفيلوس هذا اللي ذي المدينة يتجمعوا أجزاء الجيوش كاملة ويكتمل جيش المعتصم ويتجهوا مباشرة لمدينة القسطنطينية. وفما منين يجوا يمشي لهم ثيوفيلوس رسول واللي يقول لهم على ان ذا كامل ما كان من تحت راس ثيوفيلوس، وانه لا جاء امر به وانه يعدلوا، وعلى انه معتذر لهم والاسرى دور يردهم لهم ودور يعطيهم غنائم اضعاف مضاعفه يقدر يرجعوا. وهون يقبض المعتصم هذا الرسول ولا يجاوبه ويمشي به ويوقفوا على حدود مدينه قسطنطينيه ويقول له قسطنطري على الله يخلق. وبالفعل يخلق حصار واحد من اقوى الحصارات اللي قد عدلوا المسلمين على الرومان في ذيك الفتره. وهذا الحصار دام لمده 11 يوم، يعني 11 جوع واقفين محاصرين هذه المدينه الين سقطت. وبالفعل تسقط المدينه كيف ما قلنا لكم، ويدخل المعتصم وجنوده للمدينه ويدمروها تدمير، يدقدقوا البيبان كاملين ويحرقوها ولا يخلوا فيها اي دار قايم. ويحكم المعتصم ثيوفيلوس نقرر مدينته ويعدلوا نفس اللي عدلوا الشاشره البومبي. وبهذا نعود عرفنا اللي عدل المعتصم من اجل صيحه امراه واحده استنجادا به. لا تصلوا على النبي وتكايس شوي، انت ما قلت لي ايش لا يتعدل.